انت تكون انسان بحقيقتك ظاهر لكل الناس بشخصيتك الحقيقية، ديت حاجة مش سهلة. قد ايه دي بيكون حاجة صعبة جدا. بتضطر طول الوقت ان انت تلبس قناع مش شبه شخصيتك، تعمل حاجات انت مش مقتنع بيها، تحس ان انت تايه في دوامة وعايش في عالم مش العالم بتاعك، علشان خايف من ردود فعل الناس لما يشوفوا شخصيتك الحقيقية، لما يشوفوا قد ايه انت جواك عالم اخر، جواك كيان اخر، جواك افكار تانية، جواك مشاعر تانية، جواك حياة تانية نفسك ان انت تعيشها، سلوك تاني انت محتاج ان انت تعمله. تفضل عايش حياة من التخبط، مضطر ان انت تعمل كده. الحاجة الأصعب ان انت بتكون شايف ان كل اللي حواليك برضو هم كمان لابسين أقنعة زيهم زيك. مفيش حد فيهم عنده الشجاعة ان هو يظهر بشخصيته الحقيقية زي ما انت ظاهر، او زي ما انت نفسك على الأقل ان انت تكون برضو ظاهر بشخصيتك الحقيقية. كله بيمثل وكله شايف ان انت برضو كمان المفروض تمثل، علشان احنا كلنا خلاص بقينا بنمثل، فبقى دوت الطبيعي. هيبقى غريب جدا لو كل الناس دي لابسة أقنعة وبتمثل ومخبية حاجات جواها، مخبية إنسانيتها، مخبية شخصيتها الحقيقية، وانت فجأة حبيت وقررت ان انت تقلع القناع وان انت تعيش بده. هيبقى كأن عليك وصمة عار، هيبقى انت فعلا انت اللي عندك المشكلة. فهل انت فعلا بتحس بكده؟ هل ألمك النفسي اللي انت بتحس بيه يستحق ان انت تفضل طول حياتك عايش ورا قناع، مش شايف نفسك، مش مدي حتى لنفسك الفرصة تشوف نفسك زي ما انت؟ كن نفسك وما تغيرش نفسك عشان